السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين نوبل. اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله ان سوب. هاد لا سوب هادي كتجي على شكل حريره اللي هي كنصاوبها بالخضره، والقوام ديالها كيجي بحال الحريره، كيكون فيها الحمص، وكيبقى هذا بديل ديال السوب للناس اللي ما كيعجبهمش الريحه ديال الخضره ولا سوب بصفه عامه. تبعوا معايا طريقتها بسيطه وكتجي روعه في المذاق، نيشان بحال الحريره وبنينه. غادي نحتاجو في المكونات. عندي واحد التشكيله ديال الخضره بحال هكذا منوعه. اللي بغيتو ضروري ان يكون خيزو والبصله، واحد البصله صغيره، واحد الزكره بحال هكذا خضراء اولا وحده صغيره. عندي هنا جوج بطاطات، واحد الكرات، واحد البواغو، واحد البواغويه بحال هكا كنغسلوها مزيان، كنحلوها وكنغسلوها من التراب مزيان بحال هكذا. عندي جوج كبار حتى ثلاثه ديال جوج حتى ثلاثه ديال المطيشات كبار. هنا عندي طريف ديال البسباس، الا ما كانش البسباس ماشي مشكل، ممكن نعوضوه. الا عندكم المكوه، طريف المكوه صغير ما تكثروش غير شي شويه. هادشي اللي كندير فيها. غادي نحتاج مطيشه ديال الحك. عندي هنايا غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك، القزبور والمعدنوس والكرافس. المعدنوس والكرافس غادي نديرهم في الاول، غنديرهم معاها يطيبوا، وغادي نخلي واحد العريش ولا جوج، ديال الليفانيه ديال الحمص زلافه صغيره، كان واحد الحفنه عامره. في العطريه ما كاينش بزاف، كاين مليحه والبزار وسكينجبير، اما سكينجبير طري هذا محكوك اولا سكينجبير بغا واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير. عندنا زلافه ديال الحمص صغيره، واحد الكمشه كبيره هكذايا. وبالنسبه باش بغيتو تنستموها، اما اللحم ولا الدجاج، ولا اللي ما بغاش يدير اللحم ولا الدجاج ممكن يدير واحد كنوغه الا كنتو كتستعملوا كنوغ اللي كيستعملها. انا غادي ندير طريف ديال اللحم بحال هذا، طريف صغير باش تجي بنينه، ولا كما بديكم الدجاج. شنو غادي ندير في الاول؟ غناخذ كوكوط وغادي ندير فيها الحمص، وغادي ندير معاها ديك الطريف ديال اللحم، وغادي ندير عليهم الماء، وغادي نردهم يطيبوا حتى يطيب ديك الحمص مزيان ونحيدو. هنا من بعد ما كيطيب ديك الحمص مزيان صافي كيطيب، وديك اللحيمه حتى هي كنحيدوهم باش نطيبوا الخضره. كاينه طريقه اخرى، وهي اننا نديرو كلشي في خضره ونديرو ديك الحمص وديك اللحم في واحد الكسيكس ونحطوه من الفوق باش ما يتخلط ليناش مع الخضره ملي نبغيو نطحنوها. هادشي اللي بغيتو، انا كندير بحال هكذا كتجيني اسهل. بالاخص الا كان عندكم الوقت كطيبوا الحمص واللحيمه، تحيدوهم على جنب، تاخذوا تخلي ديك المرقه ديال اللي طابوا فيها، وكتزيدوا عليها الخضره مقطعه هكايا غير عشوائيه، كبيره ماشي مشكل تكون صغيره، لان كلشي غادي تطحن من بعد في الخلاط. درت الخضره بحال هكذايا. دابا غادي نزيد عليها الكرافس والمعدنوس، وخليت القزبور حتى الاخير، وممكن تخليو حتى واحد العريش ديال الكرافس ولا جوج تزيدوهم مع القزبور بحال في التدويره ملي كندوروه بالقزبور باش كيجي باين وما كيمشيش الجهد ديالو. غادي ندير العطريه، سكينجبير والملحه والابزار. العطريه على حسب الاختيار، بغيتو تكثروها اولا تقللوا كما بغيتو. اللي بغى يكثرها كتجي شويه البنه ديال الحروره باينه، واللي نقصها ما كتجيش باينه بزاف. غادي ندير مطيشه الحك، عندي جوج معالق كبار في هذه الكميه هذه اللي درت ديال الخضره وصافي. دابا غادي نزيد الماء الكافي، نغطيوها نعوموها في الماء مزيان، تغطى بالماء باش منين طيب يكون عندنا المرق الكافي باش منين نطحنوها ما تجيش ثقيله بزاف. هنا تقريبا درت واحد 2 لتر ونص ديال الماء في هذا القياس هذا. هنا من بعد ما سديت عليها كما كتشوفوا كطابت الخضره مزيان. غادي ناخذ دابا الخلاط الكهربائي وغادي نطحنها بهاد اللي كيدخل في وسط الطنجره. وانتم الا عندكم غير الخلاط الكهربائي العادي تخليوها تبرد واحد شويه، تدفى وعاد طحنوها باش ما تخسر لكمش الطحانه. صافي غادي نطحنها مزيان حتى تولي كريميه مزيانه بحال الشكل ديال القوام ديال الحريره، ما فيهاش كاع طريفات. من بعد كنزيدوا عليها ديك الحمص اللي حيدنا، وديك اللحيمه الا بغينا كنقطعوها طريفات ونزيدوها. انا ما غنزيدهاش لان ما كناكلوش اللحم في هكا في الحريره وفي السوبري كيضيع، نخليه ندير به حاجه اخرى. تقطعوه طريفات وتزيدوه هو والحمص. انا زدت غير الحمص، ومن بعد غادي نردها طيب فوق البوطه تقريبا 3 ل 4 ديال الدقائق. ندوروها بشويه الشعريه الا بغينا.
انا دورتها هنا بشويه ديال الشعريه، درت تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الشعريه حتى طابت، ومن بعد زدت عليها القزبور وطفيت القزبور غير كنزيدو وكنطفي العافيه. كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما كتفرقش في المنظر على الحريره، والمذاق ديالها اش غنقول لكم، جربوها باش تعرفوني شنو كنقصد، الا كنتو بيان سور ما كتعرفوهاش. المذاق ديالها واحد المذاق فريد من نوعه، خليط جاي ما بين الحريره وما بين لاسوب، البنه ديال الخضره وديك التدويره والريحه ديال الحريره روعه. جربوها وثقوني كتجي زوينه بزاف، وهذه كتبقى بديل كما قلت لكم للناس اللي ما كتعجبهمش لاسوب، كيشربوها بلا ما كيردوا البال. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك، ونضموا القناه نونو بيل ولا باج فيسبوك نونو بيل شهيواتي، والسلام عليكم.